يقول اتصل بواحد من الشباب في الليل، أتبغى أنام. السلام عليكم السلام. قال أنت تحل المشاكل وأنت تلقي محاضرات وأنت كذا، وأنا ولد شاب وأنا واقع في مشكلة عود كبيرة. قال مش المشكلة؟ قال لا أنا أريد أنتحر. تريد تنتحر؟ يقول أبا وتج من الطابق تحن الطابق الثامن. أنا إيش ولدي تنتحر وتدخل النار؟ قال أنا بنت وعدتني أتزوجها وتزوجت عني. أنها إسرائيل بتروح ما دام كذا همة المسلمين. يعني أنت تقتل نفسك مشان حرمة وأنت مسلم، أنت متعلم، أنت عاقل. خطر وما خطر؟ خطر. ما نفتح ذا الباب على أعمارنا، نسد ذا الباب، نسده. الشباب لازم يسد الباب، لأنك لو فتحته تتعب ولا ما تتعب؟ بعض الشباب وبعض الشابات وحدهم يخبروني تو يتوبوا، يقول احنا ما نعرف اي الاشياء الضاله، لكن هذه الهواتف فتحنا الجوجل وفتحنا مع مو يسميونه الشباب هذا يسميه فوق كمبيوتر واتساب ومو يسمى، يقول اضغط بس لزر وجاني العورات وجاني كيف يسوي الفاحش. يقول وانا تثات مره وضعت خلاص بسبب نظرة عين. إنسان ما يفتح ذا الباب، لا ما كذا